انا اتعلمت حاجه من فتره غيرت نظرتي للتوتر والضغط تماما. اتحفنا يا سيفو. حاضر يا عم هتحفكوا، اتقل عليا بس. ربنا ذكر في القران وان يوما عند ربك كألف سنه مما تعدون. ففكر فيها، يوم واحد عند ربنا ب1000 سنه على كوكب الارض. ولو افترضنا ان الانسان هيعيش 80 سنه فده هيعادل 0.08 يوم عند ربنا. طب تعال نحولهم للساعات، 0.08 ضرب 24 ساعة فده هيديلنا حوالي ساعتين. يعني حياتك كلها اللي عشتها على الكوكب الأرضي تسوى ساعتين عند ربنا. فحياتك من ساعة ما اتولدت لحد ما هتموت، بالعياط اللي عيطته والاجتهاد اللي اجتهدته والنجاحات اللي عملتها والفشل اللي شفته في حياتك، كل ده متلخص في ساعتين. فبعدين السؤال اللي نور بقى في دماغي، يعني طالما الدنيا قصيره قوي كده، ساعتين بس عند ربنا، ليه ابيع اخرتي علشان الساعتين دول؟ او اخاف في راي بني ادم فيا وما بتفديش اي حاجه عايز اعملها في حياتي. بس عارف ايه الحلو في الموضوع؟ لما انت بتستوعب بجد ان الدنيا قد ايه صغيره، هتبطل تبص تحت رجلك وهتلعب على كبير. فما تخليش الخوف بتاعك يمنعك عن الشخص اللي انت نفسك تكونه، وعيش الساعتين بتوعك دول باحسن طريقه ممكنه. وابعت الفيديو ده لاي حد شايل هم اي حاجه في الحياه.